السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بقناة سلمى. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل بسكويت النشادر وهنعمله بالبرتقال. هنا أول حاجة معانا هنا مقدار كيلو دقيق نخلته، وهنا سكر بودرة، ولازم يكون سكر بودرة حوالي 300 جرام. هنا كوباية وربع سمنة، 4 بيضات، 3 معالق معانا هنا جوز هند، هنا معانا هنا باكين فانيليا وباكو بيكنج باودر، وهنا كوبايه الا ربع برتقان او حسب ما ياخد معانا وانتي بتلمي العجين حسب ما ياخد معانا كوبايه الا ربع. وهنا النشادر هي النشادر شكلها هي البسكويت اللي هي خميره البسكويت. اول حاجه هنحط السكر، لازم يكون بودره، وعليه السمن. انا وزنت السمن ده طلع حوالي ربع كيلو، كوبايه وربع، الربع الباقي في الميزان اهو. انا غسله الكفه كويس ووزنت كوبايه وربع سمن. انا ضفت السكر والسمن، هبتدي اضربهم بقى في العجان. انت طبعا لو بتعمل كميه كبيره ممكن بايدك او بمضرب اللي هو اليدوي، فانا عشان كيلو عايزه اختصر على طول معاكم هعمله في المضرب على طول الكهرباء. السكر والسمن هضربه كمان عشان يبقى كريمي كده معانا كانك بتعملي كيكه بالظبط. هضربه كمان شويه. هنا 4 بيضات، هنبتدي نضيف بيضه اول بيضه اهي معانا وهنضرب. ادي اخر بيضه معانا اهي كده. انا كده ضفت البيض 4 بيضات، ضربت كل بيضه لوحديها، ولازم تختبر البيض تحطيه في طبق علشان ما يطلعش بيضه بايظه ولا حاجه تبوظ لك كل اللي انت عملتيه. اول حاجه نضيف الفانيليا. انا عندي حوالي هنا 3 بواكي اللي هو من الحجم الصغير ده. انا ضفت الفانيليا، وهنا معانا هنا روح برتقال، هضيف كده كام نقطه كده. اضرب الفانيليا بروح البرتقال كده. بعد ما ضربنا السكر والبيض والسمن كله مع بعضيه، هنبتدي بقى نشوف الدقيق هنا كيلو معانا نخلناه. هنضيف عليه رشه ملح كده، وهنضيف عليه حوالي بيكنج باودر باكو، مواد الجافه هنضيفها مع بعضيها. وهنا عندنا الخميره اللي هي النشادر، هنضيف حوالي معلقه او هنشوف نص معلقه كده، معالق جوز هند. وهنبتدي بقى نخلط كل المقادير دي مع بعضيها ونحط عليها المواد السايله اللي احنا عملناها. هنضيف على الدقيق كده الخليط اللي احنا عملناه ونبتدي نقلب. على فكره انت ممكن تعمليه بالزبده عادي، بس انا ما بحبش ريحه الزبده في البسكوت بتبقى باينه قوي. فانا ده سمن بلدي، سمن بلدي، وانا خلطاه سيحته. ابتدي بقى اخلط كل المقدار مع بعضيه كأنك بتعملي كيكه بالظبط. هنبتدي نخلط المقادير كلها كده بايدينا. كده بعد ما خلطنا الخليط كله مع بعض مع الدقيق، هو بيبقى بالشكل ده كده العجينه. هنبتدي بقى نحط البرتقال، بس نتاكد ان كل الدقيق تجانس مع الخليط. جيبي من تحت لفوق كده. هنا معانا كوبايه برتقال، ممكن تكون برتقال طبيعي، انا جايبه اللي هو التانك اللي هو البودره ده. بس احنا دي كوبايه مش هنحطها كله، احنا هنحط حسب ما تلم معانا العجينه، عشان لو كترت المواد السايله هيفرش معاكي. نحط نصها وابتدي الم. كده العجينه لمت معانا. هي شكلها ناعم قوي كده. لو انتي مش عايزاه يعني يكون ناعم زياده عن كده البسكوت، ممكن تكتفي بكوبايه سمن اهو بالشكل ده. هي شكلها كده ناعم اهي. حطيت نص بس كوبايه برتقال، وهي بيكون شكل البسكوت كده، ما يكونش ليه يعني زي اللي هو مثلا ايه
ما تكونش العجينه بتمط معاكي وليها عرق، لا هو شكل البسكوت، هو شكل البسكوت. العجينه الناجحه بتبقى معاكي كده. انا هسيبها ترتاح مش تخمر، هسيبها ترتاح شويه عقبال ما نجهز طبعا المكنه بالشكل ده كده. نجهزها معانا ان شاء الله ونسويها باذن الله مع بعض. عجنت معاكم العجينه، سبتها ترتاح شويه. دي اول تجربه انا عملتها، بس انا مش راضيه عنها شويه، يعني تحسي كده انه مش منفوش شويه. فانا ضفت شويه برتقان، وضفت شويه نشادر. يعني هتحطي للكيلو اللي احنا عملناه معلقه كبيره نشادر وكوبايه الا ربع برتقان. هنبتدي بقى نكمل وهوريكم الطريقه. اول حاجه احنا معانا مكنه، وهنجيب صاجه ندهنها زيت، وهنبتدي بقى نحط فيها نقطع فيها البسكويت. طبعا هنا القطاعات، طبعا انتوا عارفين القطاعات دي وشكلها. هنبتدي نقطع ونوريكم ان شاء الله. كده اخر حاجه هندخل الصاج ده الفرن ونقولكم ان شاء الله بعد ما يخرج. اهو بشكلها كده بتنزل كده مخرخشه كده، يبقى عامل زي البسكوت الجاهز بتاع بره. اهو بالشكل ده كده. هنبتدي بقى ندخله من الفرن واوريكم بعد ما يطلع ان شاء الله. كده البسكوت خلص معانا. انا حطيته في الفرن على الرف اللي في الوسط، ويكون نار هاديه علشان تاخدي النتيجه دي وما يتحرقش منك ويكون كويس. هو بالشكل ده كده. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، وان شاء الله يعجبكم. وطريقته سهله جدا. اي مثلا سؤال، اي حاجه ممكن تقولوها في التعليقات، ممكن اي حاجه. كمان احب اوضح، انا حطيت في الاول نص معلقه نشادر كبيره. بعد كده حطيت، لما طبعا جربته قدامكم في الفيديو لقيته طبعا شكله يعني مش كويس، رحت حاطه له معلقه كبيره نشادر وكوبايه الا ربع برتقان، على المقدار اللي هو الكيلو اللي انا عملته. ان شاء الله يعجبكم وجربوه. بشكركم جدا، والى اللقاء مع وصفه جديده ونصوات سلمى، وكل سنه وانتم طيبين وبخير يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.